طب يا جماعه، بالنسبه للريفيو فروجه ابو العبد والناس الكتيره اللي دخلت تهاجم الحجم والحجم صغير، لدرجه ان من كتر المهاجمه في ناس دخلت تشتمني. طب انت بتشتمي ليه؟ عيب. الفيديو ده عيب. هوضح حقيقه ليه الفراخ عند فروجه ابو العبد صغيره، ليه حجمها صغير. انا تواصلت مع صفحه فروجه ابو العبد وسالتهم، قلت لهم الناس دلوقتي كلها بتقول ان انتوا فرختكم صغيره وحجمها صغير. قالوا لي يا فندم احنا بنستخدم فراخ فيومي. الفراخ الفيومي دي فراخ للفراخ البلدي، فحجمها صغير جدا. حجمها بيتراوح من كيلو 300 جرام لكيلو و200 جرام، ده لما بتتذبح. فبعد طبعا لما ندخلها التسويه وزنها بيكش. احنا بنستخدم بلا فراخ فريش ذبح اليوم، مش بنستخدم مجمدات. عشان كده سعر الفراخ عندنا غالي مش قليل مقارنه باللي بيستخدموا فراخ. وقالوا لي تاني احنا مستعدين ان احنا نستخدم فراخ مجمدات وهتلاقوا السعر غير خالص، بس الطعم وروني شهاده الصحه اللي بتجيلهم ان الفراخ بتاعتهم فراخ فيومي. فهم دوروا على الكواليتي، كواليتي الفراخ. اداك فراخ نظيفه، الفراخ الجوده بتاعتها عاليه، اداك تتبيله حلوه، اداك فراخ ملهاش ريحه زفاره خالص. بعد عن المجمدات واعراضها والحاجات اللي مش لطيفه بتاعتها، مع انها بتتعرض عليهم يوميا باسعار مش اسعار اصلا، بس هم فضلوا يدولك احسن جوده موجوده. فضحوا بالحجم مقارنه بالجوده. طبعا الناس هنا ما عجبتهاش. احنا اهم حاجه عندنا الحجم، ان هو يكون جامبو والفرخه قد كده وتبقى ب 150 جنيه وفرخه قد كده وتبقى ب 160 جنيه. لكن ناكل حاجه كويسه ومضمونه، نقول عليها عرض الكتكوت، نقول عليها عرض فرخه لا ترى بالعين المجرده، لا 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 لا. ونفضل بقى نقلس ونعمل ونهاجم علشان بس حجمها صغير. طب الطعم يا جماعه، اتكلموا عن الطعم؟ لا. طب اتكلموا عن النظافه؟ لا. طب اتكلموا على الريحه، ان هو مفيش ريحه زفره؟ لا. هو حجمها كتكوت، فطبعا تطلع من الليست، تطلع تتهاجم. انتوا بتجيبوا ايه؟ انتوا بتجيبوا لنا حاجه نظيفه تعملوا عليها ريفيو؟ ازاي يا جماعه؟ انتوا لازم تجيبوا لنا الجامبو والمجمدات دي اللي تعملوا عليها ريفيو، دي اللي تستحق ان احنا نشتريها. يا جماعه الخير، كل واحد حر. انت ما عجبكيش العرض خلاص ما تجيبهوش، لكن تخشي تغلطي في شخص ليه؟ انا بيني وبينك ايه عشان تدخلي تشتميني وتهاجميني باسلوب غير لائق بالمره؟ مش عاجبك الاوردر؟ انا حبيت اوضح لكم بما يرضي الله وبمنتهى الامانه ليه حجم الفراخ عند فروجه والعبد صغيره، بسبب استخدام الفراخ الفيومي، ان هم بيستخدموها ذبح اليوم، فراخ فريش بتجيلهم طازه اول باول. فيا رب تكون كده الصوره وضحت ليكم. واتمنى يا جماعه اللي يختلف مع حد ما يشتموش، يعني عيب عيب يا جماعه، احنا اكبر وارقى من كده. يعني مش عاجبك البني ادم ده، يعني اختلف معاه مع السلع. قول مثلا السلعه مش حلوه، قول السلعه مش عارفه ايه، قول لا انا جربتها وما كانتش لطيفه. لكن تدخل تهاجم الشخص اللي نزل ريفيو، طب هو ماله؟ هو جرب وتجربته طلعت حلوه. دي تجربتي انا اللي جربت. تجربتك غير تجربتي. احنا ممكن احنا الاثنين نجرب نفس المطعم، انا تجربتي تطلع حلوه وانت تجربتك تطلع وحشه. ان التجارب تكون متساويه يا جماعه او زي بعض. فانا حكمت من بناء على تجربتي انا. تجربتي كانت حلوه، الفراخ كانت حلوه، كان حجمها كويس، مش كبيره او مش صغيره قوي، التتبيله بتاعتها حلوه، نظيفه جدا جدا جدا، ما فيهاش ريحه زفاره خالص. فانا اخترت الكواليتي وعرضت الاكسبيرينس بتاعتي او عرضت تجربتي، مقارنه ان انا فكرت ان الناس هتختار الكواليتي، يعني تاكل حاجه نظيفه، تاكل حاجه مضمونه. لكن للاسف الناس اختاروا الحجم. بس كده، ده توضيح بسيط للناس اللي دخلت تهاجم. حضرتك هاجم، بس يا ريت تهاجم في الحق. تبين، ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ تبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فده بما يرضي الله الحوار اللي حصل في فروجه ابو العبد، والناس هاجمت بدون ما تبينوا ان الفراخ المستخدمه دي فراخ نظيفه جدا وفراخ قريبه للفراخ البلدي. وطبعا حضراتكم عارفين ان الفراخ البلدي حجمها بيبقى عامل ازاي، مهما كبرت هي حجمها بيبقى صغير. فالفراخ الفيومي هي اقرب للفراخ البلدي. بس كده يكون الرساله وصلت، وفروجه بالعبد يستاهل. والفراخ طعمها تحفه، والله طعمها تحفه ونظيفه جدا، والتتبيله بتاعتها ممتازه. حضرتك بقى عايز تلغي كل ده وتختار الحجم، في مطاعم كتيره جدا جدا في بورسعيد بتعمل فراخ مشويه وحجمها قد كده وهتعجبك جدا جدا، وسعرها برضو هيعجبك جدا جدا. فكل مطعم ليه الناس بتاعته، وكل فئه ليها السعر بتاعها، وكل انا عليا ان انا اعرض لك التجربه كامله، وانت عليك ان انت تختار. عايز تجرب اوكي، مش عايز خلاص.
مش قضيه يا جماعه، مش قضيه، لكن بليز يعني رجاء خاص ما تخش تشتم شخص ما تعرفوش مجرد بس ان هو اختلف معاك في الرأي كده. ويومكم جميل ان شاء الله. معلش انا متعصبه لان يعني بجد اللي دخلت تشتمني، انت تشتميني ليه؟ انت تعرفيني ليه عشان تخشي تشتميني اصلا؟ بس ربنا يسامحها وربنا يهديها.